السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله اقتراحنا لهذا النهار غادي يكون غاليط. وهذا الغاليط هذا كيجي بحال مادلين، كيجيو خفافين وكيجيو رطبين وكميه ديالتهم وفيره. تقدر دير لكم حتى الاسبوع. قصوا لهم هكا من السقاطه، يعني الا خداو وحيده او جوج معاهم المدرسه اللي يجعل البركه. ندوزو نيشان المكونات، وقبل ما نعطيكم المقادير الا عجبكم الفيديو ما فيها باس تخلوا لي داك اللايك واشتركوا الا كنتو جداد عندي في القناه. مرحبا بكم. عندي هنايا في هذا البول قبيصه ديال الملحه، كاس ديال سكر سنيده يكون ما عامرش بزاف على حسب الحلاوه، ساشي ديال سكر فاني، وثلاثه ديال البيضات. غادي نطرب هاد المكونات كاملين بالطراب الكهربائي اولا غير بالفوي، يعني لكم الاختيار، يعني اللي بغيتو. انا فضلت هكا نطرهم هكا شويه، نطلعهم هكا بالفويه حتى يبيض اللون ديالهم شويه، ماشي بزاف عاوتاني، ماشي غنطلعوهم بزاف. صافي من بعد غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت، والقياس دائما بالكاس ديال العنبه، يعني كاس ديال الزيت يكون عامر، وكاس ديال السنيده ما عمرتوش بزاف على حسب عاوتاني الحلاوه. وهنا غادي نضيف كاس ديال الحليب حتى هو عامر. غادي نطرب غير شويه ما نبالغش. صافي من بعد غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال المربى الخاص بالحلويات، داك اللي تيكون هكا جاري. اولا كتضيفوا جوج معالق ديال العسل، يعني اللي متوفر عندكم. صافي وغادي نكمل التطراب ديالي. غير ينسجموا لينا دوك المعلقات اللي درنا ديال مربى ديال المشماش اللي استعملت. صافي غادي نضيف هنايا الدقيق اللي غادي نغربلو. غادي نضيف الكاس الاول، وغادي نضيف الكاس الثاني، غنغربلو بطبيعه الحال. هنايا تقدروا تستعملوا غير الفوي وتحيدوا عليكم هذا الطراب الكهربائي. انا خدمت به يعني حتى ساليت، يعني كملت به التخلاط. غادي نضيف هنايا الكاس الثالث، وغادي نخلط. من بعد غادي نضيف الكاس الرابع. في الاول نقصت منه شويه، جاني خفت لي عقاد ليا الخليط، نقصت واحد شويه، ولكن في الاخر غادي نرجع نضيفه. يعني هاد الكاليط اولا هاد المادلين هز معايا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني 4 ديال الكيسان. عاوتاني على حسب نوعيه الدقيق واش كيتشرب او لا. الخليط خاصو يجينا هكا شويه ثقيل، ماشي خفيف بزاف، باش ما يسيحش لينا في اللاطه ديالتنا منين نشكلوه. يعني القوام غادي تشوفوه معايا في الفيديو. وغادي نضيف هنا جوج شاشيات ديال الخميره، غنغربلهم لانه حتى هما كيكونوا فيهم هذوك الحبيبات، ضروري ما تغربلوهم. غير بعض المرات كنكونوا هكا مزروبين وكنضيفهم هكاك بلا تغربيل، ولكن راه في الاصل خصنا نغربلوهم باش ما يبقاوش دوك التكتلات. صافي وغادي نطرب كلشي بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا القوام اللي تحصلت عليه كيفاش داير، كيكون ثقيل شويه على الكيك. غادي نجمعو هكا بالسباتيل ونحاول الا كان هكا شي دقيق نخلطو. صافي غادي نجيب واحد البوش هكا دوك ديال الدرهم، راهم متوفرين اولا شي بلاستيكه. غادي نعمر شويه وغادي نقطع هكا بالمقص من التحت. وغادي نجيب اللاطه ديالتي اللي فرشت ليها ورق الزبده. وفي هذا الاثناء الفران ديالي راه شاعل، يعني ضروري ما ندخلهم الفران سخون وناقص العافيه. صافي غنشكلهم بهذا الشكل هذا، يا اما هكا بيضاوي اولا على شكل دائري، يعني لكم الاختيار. وتبارك الله راه كيخرجوا لينا واحد الكميه اللي وفيره. انا هاد اللاطه هادي راها كبيره تبارك الله، ديال الفران كبير ديال الكاس. وعاد غادي نعمر طاوه اللي متوسطه، راه كيخرجوا الخير والبركه. وغادي يهنيكم هكا من يعني من كل نهار تصيبوا لوليداتكم. هادو راه غادي يديو لكم هكا اسبوع، ديرهم في الثلاجه اولا في المجمد لكم، يعني اللي بغيتو ياخذوهم هكا الوليدات احسن من السقطه كيف ما قلت لكم في اول الفيديو. وهنايا شوفوا معايا مني طابو، ما كتخليهمش يطيبوا بزاف، يعني غير كيذهب اللون ديالهم. صافي كتزولوهم، راه ما كياخذوش معنا وقت اللي كثير في الفران. صافي هنا غادي نجمعهم ونديرهم في هذه البواطه. بنتو طابت ليا الطاوه الثانيه، يعني كنوريكم هكا راه مرطبين وما كنحمرهمش بزاف. وهنايا الطاوه الثانيه.
صافي وغادي ندوزو لمرحلة التزيين. وفيها باس إخواني أخواتي لو وصلتوا لهاد المرحلة من الفيديو خليو ليا لايك جزاكم الله كل خير غير باش تقترح الفيديو على ناس اخرين وتعم الفائدة على الجميع. صافي هنايا غادي ندوزو للتزيين ديال هاد الكاليط. غادي ناخد المربى اللي استعملت معكم في الاول، مربى يكون هكا خاص بالحلويات، وعندي جانبا الكوك. الافضل استعمل الكوك نوعية جيدة. صافي غادي نحاول نلاقي كل حبة مع اختها، وغادي ندهنهم هكا بالمربى، وغادي ندوزهم في الكوك. الا بغيتوا المزيد من هاد الاقتراحات الخاصين هكا بالكوتي ديال الوليدات اولا ديال المدرسه، ما عليكم غير تخليوها ليا في التعاليق ونبداو غير نلبي الطلب ديالكم. كنتمنى الا ما شاهدتوش الفيديو اللي قبل من هذا شاركت معكم واحد الكيك كيجي الصراحه رائع، وكيجي بحال ميريندينا. الصراحه كيجي كتجي رطبه 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 كيحماقوا عليها الوليدات. رجعوا للفيديو اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه ديالتي كامله. حاولوا هكا ملي نديروهم في الكوك ما نقيسوهمش بيدينا باش ما نرونوش دوك الحبات بالكوك والمربى. نتمنى تكونوا فهمتوا، يعني غير نحطوا عليهم هكا الكوك من الجناب من الجنيبات من هنا ومن هنا باش كيجيونا هذوك الحبات هكا زوينين في الشكل ديالهم. لان واحد الاخت سولتني علاش ملي كنستعمل هكا الحلوه ديال الريش بوند اولا اي حلوه فيها الكوك كترول ليا وكتجي هكا كاع ما زوينش في المنظر ديالها. فهذه هي الطريقه. حاولوا هكا ما تقيسوهاش بيديكم، غير نتمنى تكونوا فهمتوا راه الفيديو يعني شارح نفسه باش يجيكم هكا الشكل زوين، وداك الكوك يجي هكا باين في الحبات. يعني كنهضر على المبتدئات. اما الحدقات تبارك الله راه كلهم كيعرفوا كيفاش يمرمدوا الحبات بالكوك. وهنايا كملت الكميه ديالتي كامله. تبارك الله كيخرجوا يعني الخير والبركه. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. صراحه عمليين ومقادير يعني بساطين، ما فيهمش يعني مكونات اللي بزاف او غاليين، وكيتقاموا علينا اقتصاديين مقارنه مع السقاطه اللي كنشريو من الحانوت. فهذا اقتراح مناسب واقتراح اللي عملي واقتصادي كذلك. واللي جربت هذا الكاليط يعني ترجع ليا بالتعليق، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده على الجميع. صافي غادي نديرهم هكا في طبيصيل ونقدمهم معكم بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. نتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا ولو غير القليل من هذا الفيديو هذا. وغادي نقطع معكم حبه باش تشوفوها هكا كيفاش كتجي من الداخل وتشوفوا الرطوبيه ديالتها. تبارك الله كيجيو زوينين. وبداك المذاق ديال المربى اختاروا شي مربى نوعيه زوينه باش يجي المذاق ديالهم زوين. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى يعجبكم وغنخليكم مع بعض الوصفات اللي عندي في القناه. بالسلامه عليكم الى فيديو قادم.